انا اسفه، ما خلاص اعتذرت. تمام، انا قلت سوري على فكره. لا مع نفسك بقى اهو. فاكرين كتاب لغات الحب الخمس اللي اتكلمنا عنه قبل كده؟ اهو نفس الكاتب جاري تشابمان عمل لنا كتاب لغات الاعتذار الخمس. اللغه الاولى التعبير عن الندم. ما هو انت مش تبقى عامل فيا عامله قد كده وبعدين تيجي تقول لي انا اسف وتمشي وتسيبني وخلاص انت كده اعتذرت. لا مش مقبوله ساعات. انا ما حسيتش انك انت ندمان علشان زعلتني، ما انا بحس على فكره ما كانتش صدق. كلمه انا اسف لو ما كانتش طالعه من جوه وتوصل للي قدامك بجد يبقى ملهاش لازمه. شوف لك لغه تانية وخد الباب وانت ماشي. اللغه التانية الشعور بالمسؤوليه، انك تحس ان انت غلطان وحاسس ده فعلا من جواك وحاسس ان انت مسؤول عن الغلط ده وعايز تصلحه. كده نتكلم. كسرت الفازه حسسني انها حاجه كبيره بالنسبه لي مش حاجه تافهه، وانك مسؤول انك ضايقتني لما كسرتها وانك عايز تصلح غلطك ده. اللغه الثالثه تقديم التعويض، انك لازم تصلح الغلط ده بالطريقه المناسبه ليا انا مش ليك انت. يعني كسرت الفازه روح هات لي 2 بدل وحط لي فيهم ورد وهات لي شوكولاته وساندوتش شاورما وبيبسي دايت عشان الدايت. حسب بقى اللي قدامك بيحب ايه. في ناس كل التعويض اللي هي عايزاه كلمتين حلوين، يا اخي سمعها كلمتين. اللغة الرابعة التوبة الصادقة، يعني انت مش بس ندمان ومسؤول عن الغلط وكمان عوضت. عايزين نحس ان انت فعلا مش هتعمل كده تاني. ما انت لو كل مرة غلطت نفس الغلطة وبعدين تيجي تقولي معلش انا اسف وترجع تعملها، في مرة هتيجي تقولي اسف هقولك عفوا لقد نفد رصيدكم. مش حاسة معاك بالامان. اللغة الخامسة والأخيرة طلب السماح. لقيتني لسه زعلانة شوية، ما تملش صالحني تاني. حاول تطلب الاعتذار أكتر من مرة. هو حجم الاعتذار على حجم الزعل ولا إيه؟ لازم فعلا تحسس اللي قدامك إنك مهتم إن هو ما يبقاش متضايق وإن هو مهم عندك، بس برضو خلي بالك علشان في ناس بتسوق فيها، فبقى فرق. يعني من الآخر الكاتب بيقول اعتذروا للناس باللغة اللي هم بيحبوها، ولو مش عارف ايه لغته اسأله، كفاية انه يحس بالاهتمام وخلاص. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.